أهلا بأصحابي اللي في مرحلة أولى وتانية ابتدائي مع الدرس الثالث من منهج الدراسية المهرجان الكرازة 2019 أولاده إحنا، وفيها نتعرف على قصة القديس برنابا. يلا نشوف القصة بتقول إيه. لكن إحنا إزاي هنعرف الطريق لباب الخروج؟ أنا جوايا GPS، وده برنامج فيه خرايط بيحدد المواقع. أنا آلة متطورة جدا، لو عايزين نوصل للبوابة هنتحرك شمال. وفعلا اتحرك أصحابنا الأربعة في رحلة البحث عن البوابة، وبعد وقت طويل ومشي كتير جدا. يا جماعة أنا حاسس إننا تهنا. مستحيل نكون تهنا، البرنامج بتاعي شديد الدقة. ما تهناش ولا حاجة، إحنا رجعنا للمكان اللي كنا فيه أصلا. ياه، طول الوقت ده كله بنلف في دايرة واحدة. هو الصراحة البرنامج فيه مشكلة صغيرة شوية. المشكلة إني مش قادر أحدد نمشي من فين، جنوب أو شمال، علشان شاشتي مكسورة. انت بقالك كتير بتتوهنا وبعدها تقول شاشتك مكسورة؟ يا بروف بتعمل ايه؟ انت بتدور على حاجة؟ دوروا معايا على إبرة معدن صغيرة، أكيد هنلاقيها في وسط الكراكيب دي كلها. وهنعمل بيها ايه دلوقتي؟ بلاش تضيع وقت وخلينا نفكر هنخرج ازاي دلوقتي. على فكرة الإبرة الصغيرة دي هي اللي هتحل لينا المشكلة. إبرة صغيرة تحل لينا مشكلتنا؟ ازاي يعني؟ وايه المشكلة انها صغيرة؟ مهما كانت الحاجة باين انها صغيرة وملهاش دور، اكيد لو استخدمناها بطريقة صح هنعرف نستفيد منها. الشاطر هو اللي يشوف الحاجة الحلوة في كل حاجة قدامه. وعلشان تصدقوا كلامي هحكي لكم على قصة لشخصية في الكتاب المقدس كان شاطر جدا في انه يعمل كده، وهو القديس برنابا، وتشجيعه لمعلمنا بولس الرسول. القديس برنابا كان يهودي ومولود من عيلة غنية في مدينة قبرص، وكان اسمه يوسف. راح أورشليم وآمن بالرب يسوع، وسموه تلاميذ ربنا يسوع برنابا، اللي معناه ابن الوعظ. القديس برنابا كان عنده صفات حلوة كتير، ومن صفاته محبة العطاء، لأن من بداية الكنيسة كان كل حاجة بينهم مشتركة، فكانوا بيقدموا عطاياهم بكل فرح للرسل علشان يوزعوها على المحتاجين. وعلشان كده باع القديس برنابا حقله وقدم ثمنه للرسل. وكمان كان عنده صفة حلوة جدا هي اللي علشانها بحكي لكم قصته، وهي صفة التشجيع، لأنه هو كان بيشوف الحاجة الحلوة في كل اللي بيتعامل معاهم ويشجع عليها، زي ما عمل مع القديس بولس الرسول. هقول لكم مين هو القديس بولس الرسول. القديس بولس في بداية حياته كان بيضطهد المسيحيين، لكن ربنا ظهر له في الطريق وآمن بالرب يسوع وتعمد كمان، وكان بيكلم الناس عن الرب يسوع. لكن كان المؤمنين في أورشليم مش مصدقين انه آمن بالرب يسوع، وكانوا خايفين منه. وقتها القديس برنابا وقف القديس بولس قدامهم وبدأ يطمنهم ويأكد لهم ان القديس بولس شاف الرب يسوع فعلا، وكلم ناس كتير عنه وبشرهم بيه. فقدر باللي عمله انه يخليهم يصدقوا القديس بولس ويطمنوا ليه ويقبلوه وسطيهم. فكده القديس برنابا وضح للناس الصح بدل ما يفضلوا فاهمين غلط. وكمان لما كان القديس برنابا بيبشر في بلد اسمها أنطاكيا وعدد الناس اللي آمنوا بربنا كتر، كان محتاج واحد يساعده في خدمته. فأخد القديس برنابا صديقه بولس عشان يساعده في خدمته، وبدأ هما الاتنين
في التبشير لمدة سنة كاملة في أنطاكيا، وبشروا ناس كتير وكلموهم عن ربنا يسوع. وبكده يكون القديس برنابا نفذ الآية اللي بتقول اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع، ودي هنلاقيها تسالونيكي الأولى إصحاح 5 آية 14. وخدم القديس برنابا في أماكن كتير لغاية لما استشهد في قبرص، والكنيسة بتحتفل بعيد استشهاده يوم 21 كيهك. القديس برنابا كان شاطر وعرف يشوف الحاجة الحلوة في كل اللي حواليه ويستخدمها بطريقة صح، علشان ما تقولش على اللي عملته انه ملوش لازمة. أنا آسف يا بروف، أنت بقى كنت عاوز الإبرة تعمل بيها إيه؟ حالا هتشوفوا. دي بوصلة، والإبرة استخدمتها علشان تشاور على اتجاه الشمال. وقتها هنعرف الاتجاهات الصح الموجودة على خريطتك علشان نقدر نخرج من هنا. برافو يا بروف، يلا قولي الشمال منين وانا هعرف احدد نتحرك ازاي. وفعلا عرفوا الاتجاه ومشيوا مع خريطة فهمتوا ناحية باب الخروج. وبكده تكون خلصت حكايتنا. أشوفكم في حكاية جديدة وحلقة جديدة. باي باي.